سألتوني يا رحاب ايه اكتر حاجة بجد بتخنقك كنت جاية تنشري؟ هقولك مفيش حاجة خالص تخنقني قد ما التراب يا جماعة اللي بشوفه، سواء على الحبال او على الازاز بتاع الشباك او كمان الشباك نفسه. ايوه اللي هي الحرف الوزرة ديت يا جماعة، قد ايه بجد بتخنقني جدا جدا، اللي هو ايه ده، لا انا مش عارفة خالص اتعامل. وكمان يا جماعة عشان كده تستمتعوا بريحة المسحوق الجميل اللي انتوا غاسلين بيه الهدوم، تستمتعوا كده بالنظافة والريحة الحلوة. فبجد ما بتاخدش وقت خالص، بتجيبي كده على طول الفوطة اصلا وتنضفي اول باول. بس انا عشان كنت يعني بره البيت بقالي كام يوم، فرجعت طبعا لقيت الدنيا مطربه جدا، ومش الشباك بس، ده الشقه كلها. بس الحمد لله نضفت الحمد لله على قد ما قدرت. لكن بجد اكتر حاجه خلتني اصور لكم المشهد ده ان انا فعلا بلاقي ناس كتير لا عادي بتنشر والدنيا مطربه كده عادي. لا ازاي يا جماعه، ما ينفعش خالص بصراحه. فقلت كده ايه يعني، انبه كده شويه بنات يكونوا مثلا لو لسه عرايس، لا يا حبيبتي انت لازم تهتمي جدا بالمظهر دوت عشان نفسيتك قبل اي حاجه. وطبعا الازاز بتمسحيه على حسب ما بتطولي بقى، يعني انا كان اخري ان انا اطول لي هنا، وساعات بقف بصراحه على كرسي عشان خاطر انضف كمان لحد فوق. بس كنت ايه يعني، كرسي ما كانش قدامي بصراحه دلوقتي، فنضفت كده اللي انا اقدر اطوله واللي انا اقدر عليه. يا رب يكون فيديو كده بسيط وسهل، بس حبيت ايه ان انا اشجع باقي البنات بالفكره البسيطه قوي ديت. قولي لي بقى ايه المسحوق اللي انت بتستخدميه، وايه بجد المسحوق اللي بيديكي ريحه كده وطاقه حلوه قوي قوي. باي.